لكم طريقه عمل مربى اللارنج. مربى لذيذه قوي وجميله قوي وغاليه جدا، صعب قوي اي حد بيعملها. جايبها لكم النهارده بطريقه بسيطه جدا وجميله قوي، وجربوها بجد لذيذه وحلوه. اللارنج اللي هو اللي عامل زي البرتقال ده، هو قالب من البرتقال والليمون، يعني تبص تلاقي القشره بتاعته زي البرتقانه كده، لكن من جوه طعمه مزز زي الليمون بالظبط، حادق قوي. فشارب من الليمون والبرتقال، والقشره بتاعته تقيله زي ما انتم شايفين كده. خلاص، انا دلوقتي معايا 2 كيلو، بس انا هديكم مقادير الكيلو عشان خاطر لو حبيتوا تعملوا مقدار واحد. المقدار عباره عن كيلو من اللارنج، وعباره عن لتر ميه، نص كيلو سكر، كوبايه من عصير اللارنج، 2 ليمونه، وطبعا البذر بتاع اللارنج ده انا مش برميه، انا بحتاجه، لان البذر بتاع اللارنج او البذر عموما بتاع الفاكهه يا جماعه بيبقى فيه ماده اسمها ماده البيكاتين. الماده دي بتكون في قلب البذره بتاعه الفاكهه، بتساعد في عمل المربات. ازاي؟ يعني بتكون زي ماده حافظه، يعني انت كده بتكوني حطيتي ماده حافظه طبيعيه في قلب المربى عشان تحفظ لك المربى بتاعتك. خلاص، فكل ده موجود فين؟ في البذر. طبعا احنا البذر مش بنحطه زي ما هو كده، لا انا بحطه في شاشه، والشاشه دي بحطها بربطها، بحطها مع المربى وهي بتغلي يا دوبك 5 دقايق كده اهو، بعدين اشيلها يا دوبك الماده اللي في البذر تنزل في المربى، وخلاص كده استكفيت، ببدا اشيلها. خلاص، فالبذر مش هنرميه، هنحتاجه. خلاص، ده المقدار. انا بقى عشان خاطر جايبه 2 كيلو من اللارنج ده، هحتاج 2 من عصير اللارنج، وهحتاج 4 ليمونات، وهحتاج كيلو سكر، وهحتاج 2 لتر من الميه. خلاص، وبالنسبه لللارنج يا جماعه مفيد جدا، لان القشر بتاعه بصوا قشره تقيله وحلوه خالص، بتعالج امراض كتيره قوي. يعني انتي لو معاكي قشر اللارنج ده في البيت كأن عندك مستشفى لعلاج بعض الامراض. اهي بصوا القشره بتاعته بتبقى تخينه ازاي، غير قشره البرتقال بتبقى سهله جدا زي السفندي كده، بنشيله بسهوله اهو، مبيبقاش فيه صعب خالص. بس بصوا بنلاقيها طريه جدا، وطعمه طعم الليمون من جوه، طعم الليمون. بصوا من بره تحسيه كأن برتقانه. طبعا البذر هنحتاجه، هنشيل ده كله، نجيب طبق نحطه بقى عشان تستخرجي العصير بتاع اللارنج. هنعمل كده اهو، لان احنا في المربى بنحتاج القشر بس، مش بنحتاج القلب بتاع اللارنج خالص. خلاص اهو، هنحش طبعا كل البذر ده عشان نحتاجه كمادة حافظة للمربى. خلاص، هنبدأ نعمل عشان تستخرجي العصير. هتعصريها في مصفاية، تعصريه جامد لحد ما ينزل بصوا العصير بتاعه كله، وهنحتاج كوباية للمقدار الواحد. خلاص، بالنسبة للقشر بقى يا جماعة، القشر الابيض ده فيه مرار جدا، يعني مر قوي قوي قوي، مهما ننقعه ومهما نحطه للمربى هنبص نلاقيها مره، فلازم بمعلقه كده وهنشيل المرار ده كله. بصوا طبعا مش كلها، يا دوبك هنشيل الابيض بس ده. في ناس بتعمله زي ما هو، بتبقى برضو المربى مره اهو، يا دوبك بالمعلقه ونشيل المرار ده اهو. بصوا تبقى القشره دي هي القشره دي اللي انا هحتاجها للمربى. خلاص اهو، شايفين ده؟ هو ده بيبقى مر جدا جدا جدا، مهما ننقعه برضو بيفضل مر. خلاص، انا هشيله كده اهو بمعلقه اهو. وبرضو هقول لكم طريقه تخلينا المرار بتاعه يتشال بسهوله، وما ياخدش وقت ان احنا ننقعه 3 ايام وكل يوم تغيري الميه والكلام ده كله. لا لا لا، مجرد ما شلت المرار ده خلاص كده ما بقاش فيه مرار خالص. هقول لك برضو طريقه حلوه برضو عشان
نتاكد ان المرار كله اتشال. خلاص اهو بالطريقه دي، هو ده اللي هنحتاجه. انا دلوقتي هخلص الكميه اللي معايا كلها بالطريقه دي وهرجع له. دلوقتي يا جماعه انا خلصت الكميه كلها اهو، شلت كل الابيض اللي هنا وبقت القشره اهي عشان المراره. هنبدا نعمل ايه؟ هنجيب ميه سخنه بتغلي، اهم حاجه تكون بتغلي علشان خاطر لو حطيت القشر في الميه كده هتخرج كل الزيوت اللي فيها، فاحنا عايزين الرنج يحتفظ بالزيت اللي فيها. فلما تيجي تحطيه في ميه سخنه كده على طول تعملي له زي صدمه كده ويحتفظ بالزيوت اللي فيها، علشان خاطر تبقى القشره كلها زيوت وكلها فايده. خلاص هنروح بقى نغلي ميه ونحطها. دلوقتي حطيت الميه اهي تغلي يا جماعه، نبدا نحط بقى القشر بتاعنا وهنحطهم بس دقيقتين 2 بس، مش هنسيبهم يغلوا بقى ولا يسلقوا الكلام ده، لا احنا بننزل المرار اللي فيه عشان خاطر ما نفضلش سايبينه بقى 3 ايام وننقع ونشيل الميه والكلام ده. انتي بس اهو يا دوبك دقيقتين بس او دقيقه ينزل بس المرار اللي فيه. بعد كده هنشيله وهنشطفه بميه تاني عشان ينزل المرار، وبعدين هنحطه تاني في ميه سخنه تاني. يعني هنعمل الطريقه دي مرتين او 3 عشان خاطر ينزل المرار اللي فيه. هسيبه كده دقيقتين بالظبط وهبدا اطلعه احطه في ميه ساقعه اشطفه ونحطه نسلقه تاني. خلاص دلوقتي يا جماعه اديني سيبته دقيقتين بالظبط يغلي لحد ما اهو بصوا الميه بقت صفرا ازاي، نزل المرار اللي فيه. هنتشه كده اهو وهحطه في ميه تاني علشان خاطر اشطفه بقى علشان برضو ينزل المرار اللي فيه، عشان لما اجي اسلقه تاني ما يكونش لسه فيه المرار. لازم نشطفه بميه كده ساقعه تاني اهو. طبعا الميه دي هنا بقى الميه دي بقى انا خلاص كده هكبها واحط شويه ميه تاني علشان هسلقهم تاني. لما تعمليها مرتين 3 شايفين الميه لونها اصفر ازاي؟ ده كله المرار بتاعه. لما تبقى مرتين 3 كده خلاص خلص المرار. بس اهم حاجه تطلعيه من الميه وتشطفيه كده بميه تاني علشان خاطر تتاكدي ان المرار الشطف والمرار كله اتشال. خلاص هكب دول واحط ميه تاني وبرجع. بعدين حطيت ميه تاني اهي بتغلي، هبدا اطلع اهو بعد ما شطفتهم تاني على فكره عشان اتاكد ان المرار كله اتشال. اشيل كده ونحط في الميه السخنه تاني وهنعمل الخلطه دي كده مره تاني لحد ما تتاكدي المرار كله اتشال. خلاص اهو هنسيبهم بقى دقيقتين تاني هينزل المرار وبعدين نشطفهم تاني بميه عاديه كده. خلاص المرار كله اتشال، مش هتحتاجي بقى ننقعه ونسيبه 3 ايام والكلام ده كله. خلاص اهو نسيبهم بقى يسلق مرتين تاني ونشطفهم وخلاص على كده. دلوقتي اهو نقعتهم اهو. عايزه اقول لكم ان انا لقيته لسه مر شويه فبيته ليله كامله. كل ساعتين كنت بغير لهم الميه لحد المرار كله ما راح منه. وبقى بالطريقه دي انا هحطه زي ما هو كده مش هقطعه، حابين كمان تقطعوه كده قطعوه. بالنسبه للبذر بصوا اهو البذر هجيب شاشه زي ما قلت لكم، شاشه كده تكون صغيره وهبدا احط فيها البذر اهو بالطريقه دي. خلاص وهنبدا بقى ان احنا نربطها كده ربطه جامده وهنحطها. خلاص بالطريقه دي هتنزل الماده الحافظه اللي فيها وهتحفظ لنا المربى. دلوقتي انا حطيت اهو الحله على النار، هبدا احط البذره دلوقتي هنا حطينا الميه اهو. هبدا
يتسكر كده اهو. وهحط البذر اهو زي ما قلت لكم، عملته زي القبه كده اهو، بحطه كده. وهنحط عصير اللارنج. الليمون مش هنحطه دلوقتي خالص، الليمون لما يبدا القوام يتقل كده نبدا نحط الليمون عشان ما يسكرش معانا. وهحط القشر برضو، وهنسيب الخليط كله يغلي كده لحد ايه، طبعا البذر يا دوبك يغلي 10 دقايق بالظبط كده، ونبدا نشيله قبل القوام ما يبقى سميك معانا. وهنبدا نشيله خلاص، وهنسيبه كده لحد ما يتقل. نبدا نحط عصير الليمون خلاص كده، وهنسيبه يغلي شويه 10 دقايق، ونبدا نشيل ايه البذر بتاعنا. احنا بس عايزينه ايه ننزل الايه الماده الحافظه اللي فيه وخلاص على كده. خلاص هسيبه يغلي شويه. دلوقتي يا جماعه اهو بدا القوام بصوا يتقل معايا، بصوا ازاي اهو. في المرحله دي بقى هبدا احط ايه عصير الليمون، وهنسيبهم يغلوا مع بعض شويه لحد القوام ما يتقل ويبقى مربى جميله. طبعا انا شلت البذر خلاص بعد ما غلب 10 دقايق. وطول ما هو بيستوي يا جماعه ما تغطوش عليه خالص، لو غطيتوا عليه هتلاقوه اسود، عشان يفضل اصفر كده وجميل ما تغطوش عليه خالص خلاص. ولما يغلي كمان بيبقى فيه ريمه من فوق، الريمه دي لازم تتشال خلاص. انا هسيبه يغلي بقى مع الليمون شويه اهو. هو بدا يتقل اهو القوام بتاعه برده بدا يعمل خلاص، هيتقل واوريها لكم يا جماعه. اهي المربى بتاعتنا خلاص جهزت، شايفين القوام بتاعها تقل اهو. نبدا بقى نحطها بقى في طبق كده اهو، شايفين جميله جدا ولذيذه قوي، شايفين يا جماعه. نبدا بقى نحطها في برطمان وهوريها لكم اهي يا جماعه. المربى بتاعتي بقى حطيتها في البرطمان اهو زي ما انتم شايفين، جميله جدا ولذيذه قوي اهي. شايفين قوامها تقل ازاي؟ تعرفوا القوام تقل لما تحطوها في الطبق، وتعرفوا انها ايه مش بتروح وتيجي كتير. بصوا اهو شايفين القشر نفسه بقى بطعمه خرافه بجد يا جماعه، جربوها هيعجبكم قوي اهو. ادي الكميه بتاعتي، وعملت برطمان تاني اهو، يعني ال2 كيلو طلعوا لي برطمانين اهو. شايفين؟ يا رب يكون عجبكم، متنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. ويلا بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.